السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده بفيديو مهم جدا على قناة جرين جلي. النهارده يا جماعة هنقول لكم انتوا ازاي بتجيبوا القصيص وتزرعوا فيه، لان في ناس كتيرة جدا بتجيب القصيص زي ما انتم شايفين كده، بتجيبه وتزرع فيه على طول. طب ازاي انت بتعمل كده؟ ازاي انت بتجيب القصيص وتزرع فيه على طول؟ انت المفروض قبل ما تزرع في القصيص تشوف هل فتحات الصرف مفتوحة فيه ولا لا، لان اهم حاجه في الزراعه او في القصيصات ان انت تفتح فتحات صرف في القصيص عشان اي ميه زايده تطلع من تحت من فتحات التصريف. طب انا دلوقتي ما عنديش فتحات تصريف، اعمل ايه عشان اعرف ازرع؟ هفتح فتحات التصريف باي آلة عندي، وبعدين بنبدأ نحط بعديها التربة، وبعدين فتحات التصريف انت ممكن طبعا تفتحه او تفتح فيه كده، لا اما تكسره حته كده، لا اما تفتح فيه اخراج. ماشي؟ فانت بعد ما تفتح فتحات التصريف هتعمل ايه؟ هتبدا بقى تجيب مثلا القصيص اللي انت عاوز تنقل منه الزرع لقصيص كبير مثلا، هتبدا تحط التربه، بعد ما تحط التربه تحط الزرع وتسقي ري غمر، بس هو ده اللي بتعمله. طبعا بعد ما فتحنا فتحات التصريف زي ما انتم كنتوا شايفين كده، بعد ما فتحنا فتحات التصريف هنبدأ نحط التربة زي ما انا قلت لكم، ونحط الزرعة اللي احنا عاوزينها ونسقي ولا نحط في بلد. لكن اللي انت تجيب الصيص كده وتزرع لي فيه كده، المية هتتحبس في القصيص، مش هتقدر تنزل. طبعا احنا بنسقي ري غمر عشان اصلا نشوف المية وهي بتنزل في فتحات التصريف. طب ما لما انت تحبس المية ايه اللي هيحصل؟ الزرعة هتموت بتعفن الجذور. فبس، وبكده نكون خلصنا الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك شير سبسكرايب ونشوف. يلا سلام.